الشغل. لا 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 عشان بصوا في ناس عشان الطريق بس. بس تعالوا كده. خش يمين يلا تعالوا كده. خش يمين خش يمين خش يمين.
النصرية النصرية المصرية انت عارفه عكس هنقول البيان بقى روح رقم على
اولا يعني اقل ما يمكن اللي انا الزملاء الاعلاميين يتجمعوا هنا وجعنا عشان خليك بقى معاهم. دكتور محمد تاخد المايك. ما حدش استنى ما يجوا. لحظه واحده يا جماعه، لحظه واحده. الزمن حوالين البتاع دي. هات لي رايه الحزب اللي فوق دي يا سمير، الرايه دي. بصوا يا جماعه، لفوا لفوا بقى حوالين البتاع دي كده بالصور. ورا لفوا بالصور يا جماعه. رانيا هيصوروا خطاب، هيقولوا خطاب يا رانيا، هيقولوا الخطاب الاعلامي. طب مين؟ رانيا يا جماعه بعد اذنك بص بقول لك ثواني بس عشان بقيت القنوات تتلم. ثانيه واحده عشان بس وشك من أمام السفارة البريطانية نقول كذا. ماشي؟ الكاميرا على كده بنغطي على دلوقتي. خد دلوقتي لما يبتدي يتكلم يعني مع حضرتك. انا قلت لهم ما حدش احنا هنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع ورا عيش يا شباب بس يصوروا بس الكاميرات. طب هو بيصور، هو ينقل للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت رايح فين مدحت؟ يلا يا رجاله معلش يا جماعه نظموا نفسكم مش هنقول اللي انا طيب والله بسم الله الرحمن الرحيم. فن اللوجو يا استاذ. بيان شباب الحزب الناصري الموحد. فن اللوجو، حط اللوجو من امام السفاره البريطانيه بشان الوقفه الاحتجاجيه في ذكرى وعد بلفور المشؤوم. وعد بلفور لقد اعطى من لا يملك واعطى لمن لا يستحق، كما قال الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. ايها الاخوه المواطنون، تمر الذكرى 95 لصدور وعد بلفور المشؤوم في ظل تردي واضح لاوضاع امتنا العربيه من المحيط الى الخليج، وفي ظل الحصار لا تخطئه العين للمد الثوري الذي احدثته حركه الجماهير على مدى العامين الماضيين في مصر. لا يخفى على احد حجم الاحباط الذي اصاب كثيرا من الذين راهنوا على الرئيس محمد مرسي بسبب استمراره في السير على ذات درب المخلوع فيما يتعلق بالعدو الصهيوني، حتى وان اختلفت بعض التفاصيل. ولعل خطاب مرسي الاخير لرئيس دولة الكيان الصهيوني خير دليل على ذلك، مهما حاول المبررون لاختلاق الاعذار. ايها الاخوة، غير ان ما يبعث الى الامل والتفاؤل هو استمرار تلك الروح الثورية في صفوف قطاعات عريضة من ابناء الشعب العربي في مصر وفي خارجها، وادراكهم
أن كل ما يعاني منه وطننا العربي مرده إلى استمرار العدو الصهيوني ورعايته من الدول الكبرى وحلفائه من الأنظمة الحاكمة وتابعيه من قوى سياسية تدعي الوطنية في ممارسة سياسات التركيع والتبعية والإفخار والعمل على شق الصفوف وإفراغ الحركة الثورية من أي مضمون وطني وقومي وتقدمي يهدف إلى إعلاء قيم الاستقلال الوطني والسيادة جنبا إلى جنب مع قيم الحرية والعدل والمساواة. أيها الإخوة المواطنون، إن إعادة التأكيد على رفض وعد بلفور باعتباره طلقة البدء باغتصاب أرض فلسطين العربية وما حدث بعدها من قنابل انفجرت لتقسيم وطننا العربي وتفتيته وما تالاه من قرارات ومواقف واتفاقيات ومعاهدات وخطابات هو حلقة من حلقات نضالنا من أجل مصر وطنا لكل المصريين نعلو فيه قيم الحرية والعدل والمساواة والاستقلال من أجل مصر قائدة الوطن العربي وحجر الزاوية في العالم الإسلامي وأحد مصادر الدعم لقوى التحرر والتقدم في العالم. الأخوة المواطنون، دعوتنا لكم للوقوف صفا واحدا دفاعا عن أنفسنا، عن وطننا، عن حقنا في استكمال ثورتنا التي تتكاتف قوى الهيمنة والتبعية على وقف مسيرتها. ولتكن وقفتنا في ذكر وعد بلفور المشؤوم دعوة لتجديد دماء الثورة المصرية والتأكيد على وجهتنا التحرري والقومي والإنساني. عاشت فلسطين عربية، عاش نضال الشعب العربي على طريق الحرية والاشتراكية